اتخذت 3 دول خليجية رئيسية وهي السعودية والإمارات وقطر موقفا حازما برفض السماح باستخدام مجالها الجوي لتنفيذ أي ضربات محتملة ضد إيران. جاء هذا الموقف بالتزامن مع تحذيرات إيرانية عبر قنوات دبلوماسية، حيث أوضحت طهران أنها سترد بقوة على أي دولة تسمح باستخدام مجالها الجوي لتنفيذ هجومات ضدها. إضافة إلى ذلك، انضمت الأردن إلى هذه الدول برفضها أي مشاركة عسكرية في هذا الصراع، مع التركيز على الحفاظ على أمنها واستقرارها بالمنطقة. وكشفت مصادر خليجية خاصة أن هذه الدول لا تضغط فقط لعدم استخدام أجوائها، بل تحث أيضا الولايات المتحدة على منع ما يسمى بتلك البلد من استهداف حقول النفط الإيرانية. يأتي هذا التخوف في ظل تهديدات إيرانية باستهداف منشآت نفطية خليجية من خلال حلفاء طهران في حال تصاعد النزاع. وبحسب تقارير سعت دولا خليجية إلى طمأنة إيران من خلال تأكيد موقفها الحيادي في حال اندلاع الصراع بين الكيان وإيران، محاولة الحفاظ على التوازن الهش في المنطقة. في الوقت ذاته، تواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، حيث أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات مع رئيس الوزراء في مسعى لمنع الرد على التحول إلى حرب إقليمية واسعة. وتعتقد هذا الموقف الخليجي من خطط، حيث تعتمد العملية العسكرية المحتملة ضد إيران بشكل كبير على استخدام الأجواء الإقليمية القريبة لتقليل مسافات الطيران وتجنب اكتشاف الهجمة مسبقا. ومع هذا الرفض، فقد نفسها مضطرة للبحث عن مسارات بديلة أو التفاوض مع دول أخرى لتأمين طريق آمن للضربة ضد إيران.